السلام عليكم، عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب تعدي الامتحانات بتاعتكم على خير ان شاء الله، وتنجحوا وتكونوا من المتفوقين. النهارده هناخد قاعدة بسيطة جدا اسمها ايه؟ حروف العلة. ايه هي حروف العلة دي يا استاذ؟ دول ثلاث حروف بيجوا في الفعل. ثلاث حروف بيجوا في الفعل وبيتغيروا. طيب، نكتب المعنى كده. حروف العلة هي حروف بتيجي في الفعل وبيتغيروا. بيتغيروا. ايه هي حروف العلة دي؟ حروف العلة دي الألف والواو والياء. يا أستاذ أنت قلت ثلاثة بس أنت كاتب أربعة. ما هو الألف ممكن يجي قائم يعني زي الواحد كده، أو بيجي زي الياء بس ما فيش تحتيه نقط. ده كده اسمه برضو ألف. يبقى الألف بيجي بشكلين: ألف قائم وألف لين. ده اسمه كده ألف لين، ألف لينة. ألف لينة زي الياء بس ما فيش تحتها نقط. الثلاث حروف دول، الثلاث حروف دول بيجوا في الفعل. بيجوا إيه؟ في الفعل وبيتغيروا. طب يا أستاذ بيتغيروا لأي حرف تاني؟ لا، الثلاثة بيتغيروا مع بعضيهم، ما فيش أي حرف تاني بيخش في النص. الألف بيتغير لواو وياء، والواو بتتغير لألف وياء، والياء بتتغير لواو وألف، الثلاثة مع بعض. طب عايز مثال يا أستاذ عشان أفهم؟ نيجي مثلا نقول دعا، فعل ماضي أهو. عايز أعرف الألف بقى ده القائم اللي هو زي الواحد ده أساسي في الكلمة ولا حرف علة بيتغير؟ أجيب المضارع. بجيب إيه؟ المضارع. أقول يدعو، لقيت الألف اتغير لواو، يبقى الفعل ده اسمه فعل معتل. اسمه فعل إيه؟ معتل. يعني إيه معتل يا أستاذ؟ يعني فيه حرف علة. فيه حرف علة. يبقى علشان أعرف الحرف ده أساسي في الكلمة ولا لأ، بجيب المضارع لو كان الفعل ماضي. بجيب ايه؟ المضارع لو كان الفعل ماضي. يلا اكتب لي في التعليقات فعل معتل او فعل ماضي وحوله لمضارع علشان تعرف ده معتل ولا لا. تمام يا بطل؟ ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس، وانت بتتفرج اعمل لايك. تمام؟ مع السلامة.